أرحب بسيادتك. أهلا بحضرتك وأتواصل معك في هذا الحوار ومع السادة المشاهدين، ولكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير مشاهدينا ابقوا معنا. جماعة فوضوية جديدة هي البلاك بلوك ظهرت على الساحة المصرية وبرزت في مظاهرات الذكرى الثانية لثورة 25 من يناير. بدأ نشاط هؤلاء المتظاهرين أكثر عنفا من الآخرين، ويعتقد البعض أنهم مسؤولون عن حرق مقرات الإخوان المسلمين والمنشآت العامة، وأغلقوا العديد من الطرق والجسور، وامتد نشاطهم إلى قصر الاتحادية حيث حاولوا إشعال النار بداخله عبر إلقاء زجاجات المولوتوف. حاول البعض معرفة هؤلاء المتظاهرين الملثمين الذين يستخدمون العنف في المظاهرات، إلا أن الغموض يحيط بهم، حيث أنهم لا يتحدثون إلى أجهزة الإعلام ويتشحون كلية بالملابس السوداء. وتعني كلمة بلاك بلوك الكتلة السوداء، وهو تنظيم فوضوي له جذور في أوروبا خاصة ألمانيا وبريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. المجموعة قالت عن نفسها على شبكة الإنترنت إنها تسعى إلى تحرير الإنسان وهدم الفساد وإسقاط الطغاة، فيما يقول مراقبون إنهم مجموعة تعتنق الفكر الفوضوي. وفي مصر هي تضم عددا من الشباب المناهضين للتيار الإسلامي بحسب مراقبين. محللون سياسيون قالوا إن مجموعة البلاك بلوك يقع مقرها الرئيسي في منطقة عسكرية بصحراء النقب، ويشرف عليها ضابط بالموساد الإسرائيلي، وتحصل على دعم من مؤسسات أمنية إسرائيلية وغربية. ويرى مراقبون أن هذه المجموعات من الخطورة بمكان على الأمن العام، ويدعون قوات الأمن إلى إلقاء القبض عليهم حيثما وجدوا، كما يدعون المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عنهم أو تسليمهم لقوات الأمن المصرية. رضوان خطاب، النيل. مشاهدينا من جديد أرحب بحضراتكم، كما أرحب بضيفي في الأستوديو مرة ثانية المهندس عمرو فاروق عضو مجلس الشورى المتحدث الرسمي لحزب الوسط. قبل أن نتحدث عن الكتلة السوداء دعنا نقرأ المشهد السياسي المصري بما فيه من أحداث متلاحقة سواء في بورسعيد أو في القاهرة. كيف تقيم ما يحدث الآن في بورسعيد؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي أولا أرحب بحضرتك أستاذ كورزي والسادة المشاهدين الكرام. وكنت أتمنى طبعا أن احنا نقول كل عام وأنتم بخير للسادة المشاهدين وجميع المصريين في مثل هذه المناسبة المحترمة اللي يجب جميعا كنا أن احنا يعني نتأسى بها بالتقاليد والأعراف العربية والإسلامية المحترمة اللي احنا كلنا بنحترمها. لكن في الحقيقة احنا ما حدث بالأمس هو كنا نحذر منه بالأول أمس. أنا كنت يعني ضيف على حضراتكم هنا من يومين وقلت أن الكلام ده هيحصل تماما، واحنا في الحقيقة مش هنعيد اختراع العجلة. يعني الديمقراطيات محددة فيها تماما كيف يمكن التعبير عن الرأي والحرية والتظاهر والاعتصام، ولكن وفق إجراءات متعارف عليها. يعني هي الديمقراطية تعبير عن الرأي وفق إجراءات. الإجراءات دي كان طبيعي إن احنا قلنا عايزين زي ما حدث في 19 نوفمبر الماضي في ذكرى أحداث محمد محمود، هو ده اللي حصل بالظبط. كان في اعتصام لمجموعة من القوى السياسية في ميدان التحرير، ولكن هذا لم يمنع العنف الذي حدث في شارع القصر العيني، الاعتداء على مجلس الشورى، اعتداء على مدرسة الليسيه الفرنسي، اعتداء على مكتب قناة الجزيرة إلى آخره. هذا العنف كله الذي يعني تم نفيه وتم شجبه وتم إدانته من قبل هؤلاء القوى السياسية، ولكن أنا موفر لهم غطاء سياسي. لذلك احنا الطبيعي نقول ايه؟ الطبيعي ان زي ما بيتعمل في كل الدول، واحنا رفضنا على فكرة ان ندخل في مجلس الشورى قانون تنظيم التظاهر والبلطجة. منعنا علشان ما يتقالش ان ده قانون بيطالع علشان تحجيم او تقييد مظاهرات 25 يناير، لكن في المقابل هناك التزام. فكما ان هناك للشعب حقوق فعليهم واجبات. الطبيعي ان كانت القوى السياسيه في اليوم ده تعمل ايه؟ طبيعي ان هي تعلن عن هذه المظاهرات، هذه المسيرات كما اعلن في بعض الامور، حدودها ايه؟ هتقف في الحته الفلانيه للساعه كذا، وبعد كده هنعتصم، مفيش مانع، بس في الحته الفلانيه. وبالتالي اي اختراق لهذا النظام وهذه الاجراءات يعد اختراقا للدوله. ما ينفعش اتعدى على منشآت، ما ينفعش اعطل مترو الانفاق واسيطر على مكتب الاذاعه وابدا اتكلم، ما ينفعش ان انا اتعدى اليوم على سجن عمومي بتاع بورسعيد لعدم احترامي لقرارات القضاء. هذه الامور كلها من المفاوضه كان يجب ان تقابل
قبلها بيوم بالتنظيم المحكم، لان انا مش هقدر اسيطر، ما دام انا عارف ان انا مش هقدر اسيطر على هؤلاء، لان انا مش تنظيم. يعني احنا مش جماعه، في جماعه اسمها جماعه الاخوان المسلمين تستطيع ان تنظم وان هي تحط اجراءات صارمه مع اعضائها، لكن احنا بنتكلم عن دعوه عامه لكل المصريين لنزول التظاهر. ده شيء جميل جدا، بس بنحط حدود واجراءات لهذا العمل. الان كم من كده بقى ان احنا خرجنا النهارده ومفيش ادانه. اللي حصل النهارده في المؤتمر الصحفي في الجبهه، قبل ما نسيب النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها، من يتحمل مسؤوليه ما حدث بالامس من عدم التنظيمات اللي سيادتك بتتكلم عليها في ظل الكثير من الاراء؟ هناك من يقول أن ما حدث هو محاولة لإنتاج ما حدث إبان الثورة بالزبط. وهناك من يقول أن حالة الاحتقان السياسي المتواجدة في الشارع المصري وبشكل خاص بين كل القوى السياسية هي التي أدت إلى هذا المشهد. يعني أنت مع احنا مع حضرتك الشرعية ومع احترام الديمقراطية. الديمقراطية لها أسس، لها مبادئ ولها إجراءات. مبادئ العامة معروفة ودي موجودة الحمد لله في الدستور. الفصل بين السلطات، احترام دولة القانون، احترام الأقليات، احترام الحريات، ما هي دي مبادئ عامة، لكن بيقابلها إجراءات. انت حضرتك تعرف تماما ان ما حدث في وول ستريت منذ عامين تقريبا كان بيقابل بمنتهى الصرامة والحزم والحسم بالقانون. فاذا انا لازم احترم دوله القانون. لو انا عايز اسس لدوله ديمقراطيه حقيقيه احترم القانون واحترم الاجراءات. طب انا عندي في خلال شهرين انتخابات. انا احترمت من فتره، من حوالي 3 أسابيع الدكتور محمد البرادعي لما خرج قال سوف نسقط هذا الدستور بالبرلمان. ده كلام جميل جدا ومحترم جدا. يبقى بالتالي انا عندي اجراء اسقط بيه الحكومه. خلي بال حضرتك البرلمان اللي جاي ده، مجلس النواب القادم، يختلف عن من قبله. هذا المجلس يستطيع ان يشكل الحكومه او هيكون ليه يعني نصيب كبير في تشكيل الحكومه، وبالتالي من يستطيع ان يعني يكون الاغلبيه. مفيش حد كان عنده اغلبيه حتى في المجلس الماضي، يعني كان في ناس عندها اكثريه لكن ما فيش اغلبيه. وبالتالي من يستطيع ان يجمع الاغلبيه معه يستطيع ان يشكل الحكومه وان يعني يتولى سده الحكم. وبالتالي احنا املنا في كده، ان احنا نحترم الديمقراطيه التي قامت الثوره من اجلها. اما ان انا اقول اصل في ثوره 25 يناير 2011 طب وايه يعني؟ ما كان في فوضى وكان في حرق اقسام وكان في قتل متظاهرين؟ لا طبعا. ثوره 25 يناير قامت على نظام مستبد في الحقيقه. تمام. جزء منه كان اشاره او رساله في يوم عيد الشرطه. كان يوميها. اشمعنى اختاروا 25 يناير؟ لان ده كانت هي قبضه الاستبداد اللي كان بيستعملها السلطه. كانت الداخليه ساعتها هي جزء من النظام، هي حمايه النظام، مش كلها طبعا، جزء اهم منها. بنتكلم عن امن الدوله في ذلك الوقت، لذلك تم الغاء هذا الجهاز وتم استبداله بالامن الوطني. احنا الداخليه عايزين نقويها، لكن لما انا دلوقتي اقول في يعني ما اعرفش نتكلم عن البيان بتاع الجبهه، لا في 5 نقط في البيان نتفق معهم على 3، لكن في امرين تانيين لا ما ينفعش نتفق معاهم فيها. اما اقول ان انا لابد ان انا الغي الدستور ده، نتكلم عن الغائه ازاي؟ ما هو عشان الغيه لازم الغيه بطريقه الديمقراطيه والاجراءات والادوات الديمقراطيه. الدستور نص ان انا عايز اغير حاجه في الدستور يبقى لازم تلتين مجلس النواب القادم والذي يفعل ذلك. لكن انا لما اقول رئيس الجمهوريه يغيره لي، طب ما ده اول تعدي على الدستور، اول تعدي على الفصل بين السلطات، اول تعدي على الافتئات على حق السلطه التشريعيه. يبقى هنا في تدخل ما بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه. يبقى احنا عندنا اول مشكله هتظهر هو عدم احترام الدستور اللي نزلنا. نتفق او نختلف، حجم المشاركه شكله عامل ازاي، لكن في الاخر هو دستور اتفق عليه المصريون، وبالتالي لابد من احترامه. ولو انا الموضوع اهدد واقول اصل لو انتم ما نفذتوش يوم الجمعه الجايه انا هنزل واعتصم واتظاهر، انا مش عايز نخش في فكره المنافسه في الحشد. لو دخلنا في فكره المنافسه في الحشد مش مين، احنا كلنا عارفين مين اللي هيكسب، ونعرف يجمعوا 2 و3 مليون متظاهر الجمعه اللي جايه واللي وراها، ويبقى العمليه عمليه منافسه، انا احشد كام وانت تحشد كام. الموضوع مش كده، الموضوع موضوع ديمقراطيه، اليات محدده نعرف ازاي احنا نقدر نحددها مع بعض ونقول احنا عايزين ايه. انا متفق معاهم على فكره في تغيير هذه الحكومه. احنا يعني يمكن هنصدر بيان حالا من حزب الوسط، جزء من هذا الموضوع هو فشل هذه الحكومه. ماشي. هو سيادتك خدتني من احداث بورسعيد الى بيان جبهه الانقاذ الوطني. قبل ما نتكلم عن التفاصيل المتعلقه بجبهه الانقاذ الوطني، اللي بيحصل في بورسعيد من يتحمل مسؤوليه هذه الاحداث؟ لا هو بص حضرتك، ما هو برضه نفس الكلام. احترام القانون واحترام القضاء هو اول حاجه عشان نحترم هذا الموضوع. دوله القانون وتنفيذ القانون بمنتهى الحزم والحسم، ما يزعلش حد. مش انا، ما هو خلي حضرتك كل حاجه في الدوله دلوقتي فيها امرين. بمعنى ايه؟ يعني لازم في واحد هينتصر فيه رايه، يعني سواء في حكم، اصل احنا مش في مباراه كوره ينفع نطلع تعادل، لا. اما نطلع في انتخابات يبقى لازم واحد كسبان وواحد خسران. اما نخش في استفتاء يبقى لازم يبقى في نعم او في لا. لما نخش في قضاء يبقى لازم واحد هيتحكم عليه وواحد هيتحكم ضده.
او واحد ضده واحد مش معاه، يعني اذا احنا بنتكلم كل حاجه فيها ثنائيات، وبالتالي انا بقى هزعل لان انا ما تحققش اللي انا كنت عايزه. اذا التراس اهلاوي لو كانت الاحكام ضدهم كانوا هم اللي نزلوا وجالوا في الشوارع، لان ده اعتراضا على احكام القضاء. طب هو ده تاسيس على المبادئ الاولانيه اللي احنا اتكلمنا عنها، احترام السلطه القضائيه واحترام السلطه التشريعيه واحترام السلطه التنفيذيه، والدستور يحدد العلاقه ما بينهم، ولا يجوز لاحد من هذه السلطات ان يتجول على السلطه الاخرى. يبقى انا لما اتكلم عن اقاله النائب العام، ودي الحاجه الثانيه اللي انا معترض عليها في هذا البيان الخاص بالجبهه، ما ينفعش، لان دي خلاص بقت سلطه مستقره. لو انا رئيس الجمهوريه تولى هذا الامر الان يبقى هو تدخل في السلطه القضائيه. اتنفذ ازاي؟ تم تعيينه ازاي؟ كان وفقا طبعا لدستور او طبيعه الاعلانات الدستوريه ما قبل 8 ديسمبر، لكن تم تعيينه. ولكن انا اقول ان انا افتئت على السلطه القضائيه من الان ومن اولها كده تجول عليها، وافتئت على قرارات او احكام النهارده خاصه بالقضاء، لا طبعا في مشكله. وانا بصحيح بطالب الشعب البورسعيدي المحترم ان هو لابد ان يعني يكون يتحمل المسؤوليه، ودي مش اخر حاجه. درجات التقاضي لسه في درجات اخرى، يعني هتروح لمحكمه النقد وممكن تتنقض وتروح تاني محكمه النقد والنقد، يعني لسه في عندنا خطوات، وبعدين لازم احترم القضاء. طب وال 74 اللي اتقتلوا دول طب نعمل فيهم ايه؟ مش دول لازم يجيب لهم حقهم؟ ما دول اهاليهم برضو يعني عانوا الكثير. اقوم النهارده ازود هذه المراره ب 20 قتيل او حاجه 20 قتيل لغايه دلوقتي؟ ما هو ده حرام. هو يمكن يا باشمهندس عشان كل القضايا اللي كان متهم فيها مسؤولين بقتل المتظاهرين كلها خدت براءه، فدي اول مواجهه حقيقيه لهذه المجزره وهذه الضحايا اللي هم تواجدوا بشكل حقيقي جدا في بورسعيد. ايه السبب اللي ساتب انت عارف حضرتك السبب الرئيسي ايه؟ لان الاول مره في هذه القضيه بالذات لو تذكر حضرتك كان في لجنه تقصي حقائق خرجت من مجلس الشعب، وهي التي بدات فورا ثاني يوم على طول بعد هذه الحادث. ذهبوا الى هناك وانا كنت موجود في هذا اليوم، ما كنتش لسه عضو مجلس شورى ولا حاجه، بس كان في زميلنا الاستاذ عصام سلطان هو جزء من هذه اللجنه، وجلسوا وحققوا مع واحد وفتحوا تحقيق مع وزير الداخليه ايامها اللي هو محمد ابراهيم في هذه اللحظه. يعني ايه؟ كانت لجنه تقصي حقائق حقيقيه، معلش غير تابعه لحد. وبقيه القواضي يا فندم؟ لا بقيه القواضي للاسف كان فيها مشاكل كتير جدا انا معترض عليها، وبالتالي فتح عشان كده ما نتغولش بقى اهو، فتح القضاء، فتح الملفات القضائيه او اعاده المحاكمات مره اخرى ده في صالح المصريين كلهم. انا على فكره سعدت جدا باعاده محاكمه الرئيس محمد حسني مبارك والعدلي ومساعديه، دي حاجه جميله، لان انا واثق ان بلجنه تقصي الحقائق الاخيره وفق الادله الجديده التي ستعرض على المحكمه كل واحد هياخد حقه. وبالتالي نفس الامر خاص بهؤلاء ونفس الامر خاص بالقتل النهارده وقتل امبارح. لازم يبقى في لجنه تقصي حقائق، لذلك انا برضو مع هذا المطلب ان في لجنه تقصي حقائق تقول ايه اللي حصل بالظبط ونعرف مين المتسبب. لو طلع المتسبب محمد مرسي نفسه يتحاكم، احنا مع هذا.